هو يا ترى النرجسي بيكون سعيد فعلا بعد ما يمشي ويبدأ حياة جديدة؟ هل لقى راحته واستقر؟ السؤال ده بيتكرر كتير. النرجسي حتى لو باين في الأول إنه عايش في جنة جديدة، الحقيقة حياته التانية غالباً مليانة مشاكل ولخبطة على طول. هو عمره ما بيحس بالسعادة الحقيقية، لأنه دايماً بيكرر نفس أخطائه ونفس أنماطه. حياته شبه بيت العنكبوت، هشة كلها توتر وقلق، ما فيهاش أمان حقيقي لحد، والود فيها مقطوع. وحتى الضحية الجديدة بيجرها معاه في دايرة ما بتخلصش من اللوم والاتهامات. النرجسي بيرمي كل غلطاته على شريكته، طول ما هو في علاقة يبقى هي السبب في كل حاجة وهو البريء الضحية. النرجسي ما بيعرفش يبني علاقة حقيقية فيها دفء وأمان متبادل، عشان كده اللي بيحصده في الآخر حياة مضطربة، لخبطة وجري ورا فراغ عمره ما بيتملي، صراعات ملهاش نهاية، شك، تشتت، لوم، نقد، تقليل قيمة، وبعدين يرميك كأنك خرقة قديمة. هي نفس الحياة مع كل ضحية مهما طالت أو قصرت، والنهاية واحدة. فالجواب على السؤال لأ، النرجسي مش سعيد، هو طول عمره بيجري ورا سراب مش هيوصله، وحياته كلها مطاردة، صيد وافتراس من غير نهاية. انتوا تستحقوا أحسن من كده.